بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. حبايبي ومتابعينا على قناتي وعلى الصفحة، أهلا بكم. أنا بشكر أولا كل المتابعيني وكل الناس اللي اشتركت، ولكن أتمنى، أنا مش هنجح بنفسي، أنا هنجح بكم. لو نجحت إن شاء الله بإذن الله فنجاحي مرتبط بكم. فيا ريت يا ريت كل اللي يسمعني، في ناس كثيرة مشتركة ولكن بتسمعني، وده بيظهر على الفيديوهات عدد كبير جدا. يعني مثلا لما يكون في فيديو عليه عدد مشاهدات 6000 7000 ولكن مش مشتركين، هم بيسمعوا بس بدون اشتراك. فأتمنى أنكم تشاركوني حكايتي. النهاردة موضوعنا هنتكلم عن الفيديو بعنوان ابن طيطة وابن طنط. ابن طنط وابن طيطة، دي كلمات جاتنا من الغرب، وللأسف احنا بناخد من الغرب، بيدونا الوحش وبياخدوا مننا الحاجات المليحة. فاحنا عندنا هنا في الغرب ما يفتخروش ابدا انهم يتكلموا لغة عربية. يعني في فرنسا مثلا بيعتزوا جدا بلغتهم، ما يقولوش بيجرموها. هناك اللي بيقولوا يتكلم غير الفرنسية يمكن بيجرموه، يعني جريمة ان هو يتكلم غير الفرنسية. ولكن احنا هنا بناخد كلمات كثيرة طرقت علينا، طنط وطيطة وطيزة وانكل وابيه ودادي وبابو ومامي مش عارف وحاجات زي كده. احنا ما عندناش في الصعيد الحمد لله الكلام ده، امي امي وابويا ابويا جدي جدي ستي بس. لكن وزي ما تكون في النحو زي كان واخواتها، زي ما في كان واخواتها في ان واخواتها وكذا واخواتها، وفي تيزة واخواتها، بابي مامي دادي تيتا تيزا انكل ابي، تيتا واخواته في النحو باين. ودول ليس لهم محل من الاعراب نحويا، ليس لهم محل من الاعراب. يعني نقول طيطة في جملة مثلا، شفت طيطة، ما نقولش مثلا طيطة هنا تعرب مفعول به، نعربها لا، نعربها لا محل لها من الاعراب. ما عندناش طيطة، طيب هنعربها ازاي؟ حاجة مش عندنا، ما عندناش طيطة ولا طيزة ولا كان. دي من أخوات طيطة، مامي بابي دادي تيتا تيزة أنكل أبي. للأسف تعود لساننا وبقينا نقلد أهل مصر هنا، خفيف خالص ولكن مش موجودة عندنا. يا ريت أمي هي أمي، أبويا جدي ستي، ونرجع. القرآن الكريم نزل بلغة عربية فصحى صريحة مريحة، ما فيهاش يعني ما يقدرش واحد من القاهرة مهما تكن بقى اللي بيقول بقى ده. يعني هل في القاهرة يقرأ وممكن يغلط ويقول كده؟ لو نقرأ مثلا يقول والفجر وليال عشر، طب هو بتاع القاهرة يقرأها ازاي؟ يقول والفجر بقى، والفجر وليال عشر، والفجر فجر ايه يا عم الحاج؟ لا، فهو لسانه بيتعود على كده، فهي ممكن يقراها بالشكل ده. القرآن الكريم استحالة يتقري كده. الفجر يعني الفجر، ما اقولش الفجر، الفجر لا، فجر يعني الفجر. فعنواننا النهارده، انا مش هطول عليكم، ده حكايه طويله جدا، ممكن اقعد احكي ساعه واثنين وثلاثه وخمسه فيها. ولكن القصيده الجايه دي قصيده بعنوان ابن طيطه وابن طنط، او ابن طنط وابن طيطه. اختاروا لكم واحده من اخوات طيطه. بقول فيها: لما فكر ابني يروح ويسافر لمصر، وكان ساعتها ما بين المغرب وعصر، قلت له هوصيك وصية يا ابني، ووصية عشانك، اوعى تروح هناك ويتعوج لسانك، اوعى يا ابني ترجع انسان جديد، اوعى يا ابني ترجع انسان جديد. احنا يا ابني في الصعيد عندنا اصول وعادة وتقاليد، احنا يا ابني في الصعيد عندنا اصول وعادة وتقاليد. عندنا في الصعيد اوعى يا ابني تروح بعيد، تسمع الكلام بجد، وكل كلمة لها حد. تسمع الكلام بجد وكل كلمة لها حد. أقول للأب أبويا، وأقول للأخ أخويا، أما أمي هي أمي، وأخويا وأخ أبويا ده يبقى عمي. أما أمي هي أمي، وأخ أبويا ده يبقى عمي، وأبا أبويا ده يبقى جدي، غصب عني إن كان بودي أو مش بودي. أخت أبويا بقول عليها عمتي، واخت ابويا اقول عليها عمتي، واخت امي ده تبقى خالتي. وده يا ناس وصف كلامه ووصف حالتي، وده يا ناس وصف كلامه ووصف حالتي. اما لو قلت يا طنط
أما لو قلت يا طنط تقول لي روح طنط في عينك يا ابن طنط، تقول لي روح طنط في عينك يا ابن طنط. منين يا واجبة الكلام؟ ناقص في يوم تقول لي بقى بدل السلام، ناقص في يوم تقول لي بقى بدل السلام. ما انت بتسمي مراتك المدام، ما انت بتسمي مراتك المدام، والفراغ بتقول عليها دي حمام. قعدت يومين في مصر غيرت الكلام، قعدت يومين في مصر غيرت الكلام. خلاص لسانك اتعود يا ابن إمام، امشي روح اتخمد يلا ونام، امشي روح واتخمد يلا ونام. وبعد يومين سافرت أنا القاهرة اللي مش بتنام أبدا وتملي ساهرة. وبعد يومين سافرت أنا القاهرة اللي مش بتنام أبدا وتملي ساهرة. سألت طفل يومها كان واقف قصادي، سمعته بأعلى صوته وراح منادي، وصرخ بأعلى صوته قال الحقني يا دادي، وصرخ بأعلى صوته وقال الحقني يا دادي. وأنا مش فاهم يا ناس، وأنا مش فاهم يا ناس، وأنا لسه في مصر لسه بقول يا هادي، وأنا لسه في مصر لسه بقول يا هادي. وقعدت أفكر في طريقة حادي بادي، وقعدت أفكر على طريقة حادي بادي. مين يا رب يكون اللي اسمه دادي؟ مين يا رب ده اللي يكون اسمه دادي؟ وقعدت أقرب منه وأفهم وأغني نشيد بلادي، وقعدت أقرب منه وأفهم وأغني نشيد بلادي. ورحت أسأل شاب في سن ولادي، ورحت أسأل شاب في سن ولادي، قلت مين اللي قاعدة هناك؟ قال ده مامي. قلت مين اللي قاعدة هناك؟ قال ده مامي. واللي كان قاعد قصادها قال ده بابي. وده عمي. قال ده مامي مركزها عالي، قال ده مامي ودي مركزها عالي، أغلى من صلاح يا أنكل وكل بالي. قال مامي ودي مركزها عالي أغلى من صلاح وأنكل وكل بالي. وفي النهاية اتضح اللي ما كانش أبدا في بالي لما طلعت ماما دادا في بيت، لما طلعت ماما دادا في بيت وأبوه طلع حرامي. راحت طلعت ماما دادا في بيت وأبوه طلع حرامي. وهو دنيا يا غرامي لما أمي تبقى مامي، والتاريخ يصبح مزور والشريف يصبح حرامي. وهو على رأي المثل الكلام رومي، وهو على رأي المثل الكلام رومي يا خال لما الكلام يبقى رومي. وهو على رأي المثل لما الكلام يبقى رومي العشق أكيد درة شامي، لما الكلام يبقى رومي العشق أكيد درة شامي. ولكم تحيات الشاعر علي عبد الرازق صالح أحمد المعصر الفتحة أسيوط. تابعوني على قناتي على اليوتيوب، ولكم كل احترامي وتقديري. القصيدة الجاية دي قصيدة إن شاء الله تكون بسالي فوتوشوب، لأن سالي طبعا في واحدة طلعت قالت سالي فلبينية وشها مصري لحد هنا مصري وجسمها فلبيني، وراح يحطوا الراس المصرية على الجسم الفلبيني وبقيت خليط. اختراعات كثيرة، احنا مش هنطول عليكم. القصيدة الجاية بقصيدة بعنوان سالي فوتوشوب. طلعت فوتوشوب، مش عارف ايه الفوتوشوب ده، تركيب يعني ركبوا جسم على جسم وايد على ايد، ويا مسهل يا رب يا مشوف من التكنولوجيا. سالي قال فوتوشوب، ده أقاويل كثيرة جدا. المهم ما علينا، سالي فوتوشوب. سالي كانت قضية واحدة مسيحية وأسلمت وخلاص الموضوع منتهي، ولكن الكلام والرغي والهدي كثير قوي. لكم تحيات الشاعر علي عبد الرازق صالح أحمد المعصر الفتحة أسيوط. تليفون 011 511 60 29. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.